يا صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السعادة والتفاؤل على أحلى أخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وجمعة مباركة عليكم، والنهارده روتين يوم الجمعة يا بنات. عايزة أقول لكم أنا صحيت كده من النوم، طبعًا عندي المطبخ مش شاقلب حاله، وهتعرفوا ليه يعني مش هاخبي عليكم. المهم حطيت كده الكوبايات، طبعًا عندنا كوبايات اليومين دول ما أقولكوش، من ساعة ما جبت المشروبات وإحنا الحمد لله بنحب نشرب على طول. هنا زي ما أنتم شايفين الحرامين والحجر الأسود دول كانوا مسك. وأنا عايزة أعمل بخور والله يا بنات بانسى أجيب بخور، يعني مكسلة أنزل بانسى أبعت مع جانا وهي جاية من الدرس تجيب لي. المهم عايزة أخترع أي رواية كده. المبخرة أصلًا ديًّا اللي قدامكم دي فيها عيدان كده بخور سودا كده، في الآخر هاحطها فوق الفحم ده. فالمهم قُمت قايلة إيه، أمّا أحط المِسك على البخور كده من فوق، يعني أجرّب كده الحظ يعني. والحمد لله يعني حطيت المِسك لقيته عمل ريحة بس مش قوية أوي من اللي هي لأ، هو ساح كده وخلاص. فالمهم طلّعت العيدان اللي كانت في المبخرة من تحت وحطيتها عليه من فوق وشغّلت المبخرة، وطلّعت شوية روايح جميلة أوي. وطبعًا أرحم نفسي، لأ ما ارحمش نفسي إزاي، لازمًا أحطه وأفضل قاعدة قصاده. أنا مش عارفة إيه حكايتي، مش عارفة حد زيي والّا أنا كده، يعني يشغّل بخور يفضل قاعد يمين وشمال لحد ما يجيب نهايته ويفيّص ويسكت. المهم عارفين المواعين دي كلّها بتاعة إيه؟ طبعًا أنا حاطة قشر ليمون وقشر برتقان أو أي قشر حاجة عندي بتدّي لي ريحة كده في المُلمّع أو في البريل. المواعين دي كانت بتاعة محشي يا بنات، كنت عاملة محشي يوم الخميس، وكنت قاعدة بقى في المطبخ بقى، اللي هو بُصّوا ب ب بلبطت الدنيا، قطّعت الكرنب هنا، وطبعًا هنا سلقاه وقطّعته عشان يبقى متساوي، وأنا وقت أمّا آجي أحشي ما آخُدش وقت في اللَف يعني. فكنت عاملة كل حاجة في المطبخ، والبطاطا جوزي جابها برضه قام حاططها في المطبخ، فطبعًا الطينة بتاعتها في المطبخ، فأصبح إن المطبخ بيستغيث. عايزة أقول لكم أنا بقى ولّعت على المحشي ده كان يوم الخميس يا بنات، ركّزوا معايا عشان لمّا باعمل أكلتين في يوم فيديو تقعدوا تقولوا لي: "أنتِ بتاكلي كل ده في يوم واحد؟" لأ، ده كان أكل الخميس أهو، حطينا وأكلنا تمام، أنا بقى باحكي لكم المواعين بتاعة إيه، ده كان غدا الخميس، أنا أصلًا ما صوّرتش يوم الخميس إلا الغرفة اللي أنتِ شُفتوها امبارح لمّا أنا فضّيت الغرفة، ده كان أكلها يومها يعني. المهم يا بنات وزعلانة منكم عشان أنتم مقصّرين معايا في اللايك، ما عادش حد بيتفاعل معايا، وده طبعًا يعني زعل يعني. هاسيب لكم الفيديو اللي ما شافوش في أول تعليق مثبت، وأرجوكم روحوا شوفوه، ساعدوني كده عشان أنا أصلًا كده مش هاقبض الشهر ده لإني ما كمّلتش يعني ال$100 فما فيش قبض يعني الحمد لله عادي يعني، أنا خدت على الوضع يعني كل شهرين 3 عادي ما فيش مشكلة. المهم يا بنات، فدول بقى المواعين بقى كنت بقى بُصّوا حشيت وأكلت وتعبت، ورُحت فضّيت الأوضة معاكم ونزّلت الفيديو، وطبعًا جوزي على أساس إنه يجيب النجار، النجار اعتذر وقال له بكرة بعد صلاة الجمعة، وإحنا أهو الجمعة أهو، وأنا باسجّل لكم المغرب النهارده بعد ما خلصت المونتاج ده كلّه، والمغرب أذّن بتاع الجمعة وقاعدة مستنية النجار، عرفتوا بقى إن أنا بصراحة والله العظيم يالّا الحمد لله على كل حال بلاش نتكلّم كتير. المهم زي ما أنتم شايفين كده وحتى مصوّرة ردة فعل جوزي لمّا جه امبارح ولقى الأوضة متفضية، أنا صوّرت ردة الفعل بس هاسيبها لكم بقى في فيديو لمّا آجي أصوّر تكملة الأوضة. المهم مسكت بقى المواعين غسيل، واللي بيسألني دايمًا يا منى بالله عندِك قشر ليمون في قلب البريل ليه؟ يا بنات لمّا باعصر الليمون ب بارد مش بارمي القشرة، ساعات باكلها، مش عارفة حد زيي والّا لأ بيحب ياكل قشر الليمون. وساعات باحطه بقى بالبريل، بيخلّي ريحة البريل حلوة. تغسلي مثلًا مواعين فيها سمك، فيها زفارة، فيها أي حاجة بتشيل الريحة، قشر برتقان، قشر سفندي، أنا كده ما أناش عارفة هي دي طبيعة دماغي، ما أناش عارفة هو في إيه. بس هي أول ما أخلّص البريل الموجود باشيلهم بقى بارميهم في الباسكت الزبالة بقى أعزكم الله، يعني مش باسيبها دايمًا يعني. ساعات كنت دايمًا باغليها في مَيّة سخنة وتبرد، أحط بقى فانيليا عليهم وأعملهم معطّر، بتركّزوا بيبقى جميل أوي. وساعات بقى باحط مثلًا قشر الليمون ده باحطه في مَيّة واشرب زي detox كده، يعني أنا ما باريّحش نفسي. المهم هنا زي ما أنتم شايفين حتى الإزازة اللي أنا حاطة رايحة أغسلها دي، الإزازة دي كان فيها مَيّة بليمون، كل ما باحب أشرب مَيّة بليمون يعني. بتطرد السموم وطول ما أنتِ بتشتغلي، عايزة أقول لكم يا بنات اشتغلي من هنا وقومي إيه اتشجعي. المناسبة بقى أنا عملت المحشي يا بنات امبارح وولادي ما أكلوش أكوامهم، اللي هو الكُم بتاعهم يعني أو مش عارفة في بلاد تانية بتسمي تقول مناب والحاجات دي كلّها. المهم ولادي أكلوا بس الجلدية اللي من فوق المتحمّرة وسابوا إيه الفراخ بتاعتهم، لإن بسم الله ما شاء الله كانت الفراخ كبيرة شوية تمام. المهم قُمت رايحة بقى إيه عاينة الفراخ في قلب التلاجة، وتاني يوم هاعمل معاها أكلة بقى اللي هو إيه يوم
الجمعة، كان عندي بقى محشي بايت وما طبختش بقى لإن كنت عاملة حلة تقضّيني يومين، وطبعًا غسلت الحلة أهيًا وغسلت كل حاجة ونضّفت المطبخ، وعندي أكل بايت بقى اللي هو هاعمل الفراخ بطريقة اختراع حلو عشان تتاكل، ما تبقاش هي بنفس نظامها القديم. هنا باقول لكم إن أنا إسبونشة للمواعين وإسبونشة لغسيل البوتاجاز أهو، لإن أنا دايمًا باجيب الأسود ودايمًا لمّا باجي أغسل معاكم البوتاجاز تقولوا لي: "يا منى مطرح الكوبايات، مطرح البوتاجاز والدهون." لأ، عشان أنا دايمًا باحب أجيب الإسبونشات اللي لونها أسود، أمّا باجي أشتري إسبونشات الكيس بيبقى فيه 2، فباستأذن المحل باقول له: "لو سمحت ممكن أبدِّل أي لون تاني مع واحدة سودا كمان؟" يقول لي: "ليه؟" أقول له: "أصل أنا باكره الألوان التانية." فالمهم هو ضحك كده وما زعّلنيش يقول لي: "خلاص بدِّلي." مع إن ما بينفعش يبدِّل بس هو يعني إيه، أنا كده. المهم فناس كانت تفكّر ده نفس الإسبونشة، فالمرّة دي بقى حبّيت بقى إيه، إن جِبت الكيس أهوًا أعرّفكم الحكاية جاية إزاي. المهم هنا باغسل أهوًا غسلتين 3 في البوتاجاز وبارميها بقى، أنتم فاهمين قصدي؟ البوتاجاز طبعًا كان محروق، لإن طبعًا المحشي بقى كان موقّع على مَيّة وزي ما أنتم شايفين كده اتحرق كده من صلصة بقى المحشي والحاجات دي كلّها، بس أنا ما عنديش سيترس ما جبتوش يعني الشهر ده ولا الشهر اللي فات، ما عنديش خالص، فلسه أنزل أشتري مع البخور، بس يا رب أفتكر يعني. غسلت البوتاجاز غسيل حلو وبعد كده رصيته بقى تاني مكانه، والمواعين الرفايع كلّها كنت حاطاها في الغسالة، وطبعًا الغسالة بتاعتي إنقاذ حطيت فيها الملمع اللي أنا كنت شارياه معاكم والمسحوق وقُلت يا حبيبي يا غالي أنت قبل ما تخلص إن شاء الله بإذن الله أجيبك، أنت أول حاجة في حياتي. المهم يا بنات بدأت بقى إيه، ما رضيتش أسيب المنظر اللي هو برج إيفل ده لأ، ما هو أنا كده هاطلع على الدور المليون، فلو فضلت سايبة المواعين كده، قُلت لأ أنشّفها كده، اللي عايزة تتنشّف تتنشّف بفوطة وأبدأ أشيلهم خالص، عشان منظرهم بقى إيه، يكون المطبخ نضيف. يعني أنا من النوع والله العظيم لمّا باحب أصفّي مواعين باشيلها على طول بعدها بربع ساعة، بنُص ساعة يكون اتصفّت وأمسحها كده بفوطة نضيفة، بس مش دايمًا عشان ما اكذبش عليكم يعني، بابقى نِفسي بس ما باعملش. المهم هنا باحط الفيشة اللي هي اللون الأزرق ديًّا باعدها عن المَيّة ما تقلقوش. هنا البطاطا بقى اللي خلّت المطبخ كلّه طينة، ما هو أنا أمّا فضّيت الشنطة وقعت طينة على البطاطا، فحطيت عليها مَيّة كده، كان فيها واحدة بايظة شِلتها، وبس كده زي ما أنتم شايفيني باتنقعها بقى في مَيّة تاخد إيه، مجراها يعني براحتها خالص عشان عايزة أشويها، يعني عايزة أشويها. كان زمان أهلنا بيحطّوا ورق جرايد كده بيطبخوها في الحلة، بس طبعًا زمان كان يقول لِك الورق الجرايد فيه حبر وما أعرفش ويجيب الأمراض، والله إحنا ما شُفنا الأمراض اللي على أيامنا، أيام زمان والله كان فيه الخير والبركة. ممكن أبقى أحطّها في الفرن بس المشكلة الكارت بيخلص بسرعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بقى كان عندي بقى الكرنباية دي من امبارح حاليًا لقيتها دبلت كده على الرخامة الصبح، قُلت يا بت إيه يالّا يا بت اعمليها إيه، قطّعوها كده محشي. بصراحة استخسرتهم كده، قُلت يا بنتي خسارة هُم كانوا كرنبايتين كده صغيّرين. قُلت ولادي بيحبّوا اسمه ده المخلِّل بتاعه، حطيت مَيّة وملح ومعلقة سُكّر كده عشان يبقى في قرمشة، ما عنديش بقى شطة هابعت ابني بقى يجيب لي شطة. وبس كده، قُمت رايحة حاطّة يعني وحطيت عليها فلفلتين من فوق وقُمت قافلة الغطا، هاسيبها قدّامي على الرخامة لو أنا عينتي المخلِّل في حتّة بانساه، يعني أنا من النوع اللي بانسى بسرعة، فلازمًا يكون قدّامي على الرخام، لا إمّا أحطّه في التلاجة. تمام، فأنا أسيبه كده بس شوية قدّامي بس الأول. شوفوا بقى المنظر، محشي بقى من امبارح والبطاطا، وأنا قبلها والله كنت كانسة وماسحة، يعني في روتين قبلها كنت قايلة لكم إن أنا كنست ومسحت والحاجات دي كلّها. بس هو كده حال الدنيا ونقول إيه، نقول إيه، نقول الحمد لله إن في حركة ومواعين بتتوسخ وكل حاجة في البيت، فنقول الحمد لله إن في عيشة وفي كل حاجة في البيت، اللهم أديمها علينا نعمة يا رب واحفظها من الزوال. و وزي ما أنتم شايفين كده هابدأ إن أنا ألِم الدنيا كده زي ما أنتم شايفين. دِعِب كمرت بقى، شوفوا بتقوم عاملة زَن لو أنا باسجّل بصوت عالية تقوم عاملة زَن. بس أنا طبعًا باسجّل على المونتاج يعني، وشوفوا بتقوم عاملة الوغوشة دي، أنا نِفسي أجيب لي تليفون، أنا عايزة أعيّط والله العظيم. هنا بقى باعمل بالكاميرا الواسعة، ما هو أنا زهقت بقى الكاميرا العادية بتبوّظ التليفون، الكاميرا الواسعة دي هي اللي يعتبر آخر حاجة معايا بقى، مش هو الكاميرا مش التليفون فيه 3 كاميرات، 2 باظوا ما عادش إلا واحدة اللي شغّالة. فادعوا لي بقى ربنا يسهّل بقى، أنتم عارفين لو تليفوني ده باظ ما عادش هتشوفوني على اللي خالص باصوّر، أنا باقول لكم أهو عشان تبقوا عاملين حسابكم. حطّوا لي لايك كده عشان ربنا يكرمني واشتري تليفون، والله العظيم يا بنات أنا شايفة حاجات كتير في حياتي مش عايزة أقول لكم عليها، وأنتم عارفين إن أنا لساني طويل باحكي كل حاجة في قلبي، بس في ناس بقى بتفهمني غلط، فأنا مش عايزة اللي يفهمني غلط يفهمني صح. المهم زي ما أنتم شايفين كده قُلت بقى إيه يا بنتي بعد ما كنست وخلّصت لأ افتحي بقى الشباك كده نوّري الدنيا عشان الدنيا تنشف معاكِ. والحمد لله على كل حال زي ما أنتم شايفين بقى ريحة الكلور مع المعطر اللي هو فريدة ده مودّي
المطبخ في حتة تانية، في حتة إيه ما أعرفش، المهم هي حتة تانية وخلاص. طبخت الفراخ إزاي بقى منها، شوحت بصلاية مع فلفلاية مع تومية مع طماطماية ومع مع الفراخ ماشي. وقرب ما قرب الفراخ يعني ما خدت حركة نص ساعة لأن هي كانت مستوية يعني قبلها بيوم. قرب الفراخ ما جت تستوى كده قمت رايحة نازلة عليها بالكوسة مقطعاها قطع كبيرة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا مش مكتوب على البوتاجاز ان يتهنى ابدا، لا لازم ان يتوسخ تاني والمواعين تيجي تاني وكل ده يجي تاني. الولاد ما كانوش اكلوا كومهم، كان اكلوا بس حتت اللي على الطروف من فوق. فما كانوش لان ما بيحبوا المحشي اكتر يعني، فانا ذات عن نفسي انا اكلت محشي وما اكلتش كومي برضو. المهم فضلنا بقى اهو زي ما انتم شايفين. نزلت بقى ايه كل شقلباظات كده فوق بعض، بس والله يا بنات كانت خطيرة خطيرة اهو. واكلنا بقى، انا اكلت الكوسه بامانه مع الكوم بتاعي، ولادي خدوا الكوم بتاعهم مع المحشي. لان انا سخنت كنت مفضيه المحشي بقى في حله صغيره، وغسلت الحله بتاعته وعينت الحله الصغيره في قلب التلاجة لما برد يعني. هدخلها بقى الفرن، وطبعا انت حياتي اكله ما اتاكلتش اهي. بس وانا طبعا انا ما باكلش رز بقى، انا اكلت امبارح محشي ولغوطت الدنيا، النهارده بقى ايه ارجع للنظام بقى وايه وشغل النظيف بقى. وانا اصلا يعني ايه عادي اللي هو انا ما اكلتش كتير يعني، كل الحكايه كلها ما يجيش 15 صابع محشي يعني، 4 مثلا وقت الغدا وبعد كده كملت باقي الباقي على مراحل، 2 في 2 في 2 كل ما داخله المطبخ قلت والله ما داخله المطبخ بقى في يومي، عشان كده المطبخ اتوسخ وفضل متوسخ طول الليل، فاهمين قصدي؟ تمام وخلاص. وبعد كده نعينت المحشي في التلاجة عشان ما عادش ايدي تتمد عليه. هنا بقى بدات اجيب الفوطه بتاعتي دي اللي كنت شارياها معاكم جديده، وبدات ان انا ايه اخدها كده ايه وامسح كده. كتير سالني من البخاخه دي بتكون فيها ايه، هيكون فيها ايه شويه كلور الوان مخففه بميه يعني غطيان 3 كده، حط عليهم ميه مليهم لحد اذا ما تتملى الاخيره، لا اما كلور خام وملياها لاخرها ميه، بشويه بريل وخل وملياها لاخرها ميه. المهم ان انتي ما تعجزيش نفسك ولا تقولي لا انا ما عنديش منظف، لا 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 النضيف نضيف لو اتحط في ايه. المهم مسحت كده ونضفت لان ايدي في المطبخ مش عايزه اشوفه متوسخ قدامي. وطبعا ايه هرتب الضرفه اللي على اليمين واللي على الشمال الادراج. في مواعين في الغساله لسه ما تطلع ابقى ارتبها مره واحده. بس كده يا بنات. ومسحت الايدين دي، انا عايزه اقول لكم محدش يعمل الايدين دي يا بنات، صعبه 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 وبتعور والله بجد، اختراع زي الزفت. يعني ما كنتش عارفه ان المقابض دي بتبقى صعبه كده في المسح. هتقولي يا منى طب انت مسحتيش الجزء اللي فوق ليه؟ لان الجزء اللي فوق ليه حاجه تانية كده هبقى اعملها معاكم في يوم تاني، ولسه هظبط الدنيا يعني. تمام. ومسحت برضك البتاع الكوفي كورنر ده، اللي عليه ده مش وسخ، ده انا كنت وانا بنقل لازقه بلاستر وانا بشيل البلاستر قام مطلع الدهان معاه يعني، ده مش اثر البلاستر لا، ده الدهان اتشال. المهم كده كده هدهنها وانا بدهن اوضه عمرو ابني، لان انا لسه مش عارفه هسيبها هنا ولا هرجعها تحت الشباك تاني، ولا هحطها بين السراير بتاعت ولادي واعملها زي مرايه كده تسريحه. الله اعلم هعملها ازاي من لسه مش عارفه. هنا بقى شويه كزبره وروزماري كانت اختي جايباهم لي، وبمسح كده برضو الادوات الكهربائيه انا عاملاها الادوات اللي انت شايفينها دي، الخلاط بقى الكبه الهاند بلندر، علبه الخياطه عشان بتهش مني، علبه الزبادي، الكيسة اللي تحت دي في قلبها التوستر وهو مكسور، وان انا حاطاه كده في قلب الشنطة عشان ما يلمش تراب، لان هي بتدخل تراب مهما كان برضو. فمسحتها ونضفتها كده، والادراج بقى فيها شوية رفايع كده. المشروبات والحاجات دي انا حاطه كده احتياطي، لان زي ما قلت لكم لسه هنقلها واشيلها وادهنها، فانا سايباها كده يعني اللي هي مش ترتيب يعني اخير وكده لا. تعالوا بقى نشيل ضرفة الحلل دي. الضرفة دي اكتر ضرفة بتشيل معايا كتير، فابدا ان انا ايه اظبطها، هي لازم تتظبط يعني وكده. بصوا يعني هي بتشيل معايا بصراحة الحلل وكل حاجة، فلما بتكون بالكعبلة ما بتاخدش كمية كبيرة. طبعا انا بقى زي ما انتم شايفين كده اي مواعين تتوسخ معايا بغسلها على طول وبس. انا هنا كنت مشغله الفرن فوق اهو، لان لو انتم ملاحظين الفيشه كانت محطوطه والاسمها منور هنا بقى دي قاعده امسح فيها وهي متطربه، قلت يعني انا رايحه امسح التراب وانتي اصلا متطربه، طب تعالي كده اما اديك على دماغك. وبعد كده هتقولي يا منى ايه المنظر القذر ده؟ يا بنات انا ولادي اما بياكلوا هم طبعا عندي سمسم صغير لسه، لما بياكل ويجي يفتح النور ده للاسف اللي عامل لي الكهرباء عامل لي المفتاح اللي تحت ده بتاع التويلت يعني عامله في حته غلط يعني. فعشان نيجي داخلين التويلت نغسل ايدينا مطرح ما بنتغدى، بيضغطوا بقى على الزراير دي عشان يفتحوا النور وما داخلين التويلت، فاهمين قصدي؟ فسمسم طبعا صغنن بيبقى ايده متوسخه وكده انت فاهميني، فبيوسخ المفاتيح، فقلت امر كده عليه قبل ما انسى. الحاجه اللي عيني تتحط عليها بعملها على طول عشان ما انساهاش.
وبس كده. المفروض مفتاح التويليت يبقى فوق الغسالة وأنتِ داخلة الحمام، بس الكهربائي كان عامله بقى إيه عكس وأنتِ داخلة على إيدِك الشمال. المهم يا بنات زي ما أنتم شايفين كده رصيت ضرفة الحلل، وهنا رصيت ضرفة كان كلّه داخل في بعضه، هنا الطاسات. تمام. أنا يا بنات مش عايزة أشتري أي حاجة، أنا عايزة أحافظ على حاجتي الموجودة ديًّا، واللهم بارك، الحمد لله حلوين أوي وراضية بيهم. نفسي بقى أجيب لي طقم بطقم عينه للبت جنى، لإن الطقم اللي كنت هاجيبه زمان أيام ما كان صاحب المحل بيقول لي خدي اطقم حلل عين وقسطيني، كان ب3.5، دلوقتي الطقم بقى ب7 وب8 وب10 وب17 وب18. قُلت يا ريتني جبت طقم بطقم لجنى وهي صغيرة. يالّا الحمد لله. أنتم عارفين البنات في مصر بنجهّزها من بدري، واللي هيقول لي يا منى عيني فلوس، إحنا لا عارفين نعين فلوس ولا عارفين نعين دهب، ولا أنا لابسة دهب لا حلق دهب ولا بنتي لابسة حلق دهب، فسيبونا في حالنا والنبي. إحنا كده الحال ربنا اللي عالم بيه، وربنا يا رب يكرمني برزق بنتي إن أنا أجهّزها وأجوّزها. نفسي أجهّزها كده لإن أنا شايلة هَمّها أوي، أوي، أوي. الرزق بتاع ربنا والحمد لله مش شايلة هَم وعندي ثقة في الله كبيرة. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. الفراخ اتحمّرت. إحنا عندنا ما بنشيلش هَم الولد قد ما بنشيل هَم البنت يا بنات، أنا باهزر معاكم يعني. وهنا بقى طبعًا أخدت كومي باكله على 3 مرات، يعني أنا باكل دلوقتي جزء، وشوية باكل جزء، وشوية يعني بعد ساعتين باكل جزء. أنتم عارفين إن أنا عمليتي ما بتخلّينيش أعرف آكل مرة واحدة يعني. بس كده يا بنات والحمد لله، حطيت لولادي أكلوا برضه، والكومين دول بتوع سمسم وباباه لمّا ييجوا بقى إن شاء الله ياكل، لإن أنا أكلت أنا وجنى وعمرو. وهنا بقى شغّلت الغسالة وفضّيتها، وأنا بقى إيه، باحب كده أشغّلها وأنا باغسلها كده، وصفّيت المنديل ده طلّعت اللي فيه، بس هو طبعًا لونه كده بعد ما طلّعت اللي فيه. وهنا آخر جزء نشّفته أهوًا، هاروح بقى إيه، جنى اللي هتنشر لإن ما عدتش قادرة أقف على رجلي. وكده يا بنات يكون الروتين بتاعي خلص، أرجوكم حطّوا له اللايك، أنا مش هاتكلم كتير، وأشوفكم على خير فيديو